حبي ليكو مبدأ، نجاحي ليكو صدق. 3 2 1 اكشن. النهارده اخيرا مش في العربيه، زهقت من فيديوهات العربيه الصراحه فعلا. ومعانا عمر ضيف جديد اتعرفت عليه من اسبوع بس. اهلا وسهلا والله. ما ده بقى ايه، سر العلاقات الرجاليه عن النسائيه. من اسبوع واحد بقينا مطيحين الميانع زي ما بيقولوا. صحيح. صحيح. شو رأيك بالعلاقات السريعة مبدئيا؟ العلاقات السريعه زي الفل. زي الفل والله. زي الفل والله. ومعانا مهند كالعاده. مساء الخير. مساء النور. ماشي. النهارده هنتكلم عن كأس العالم. كأس العالم. هي صحيح. وورد كاب. حط اغنية سبيد. لما كوبي رايت. المهم، بما ان الفيديو ده هينزل غالبا يعني اول اسبوع من كأس العالم، فالنهارده هنتكلم عن كأس العالم. ومعانا كمان عمر عايش في كندا، بس هو دلوقتي في عمان يعني. بس صحيح. المهم يعني اكيد هيكلمنا عن تجهيزات كندا لكأس العالم. صحيح. بس عايزين نتكلم برضو عن السيت اب. المهم يا جدعان ان احنا تعبنا قوي عشان نعمل السيت اب اللي احنا فعلا شايفينه ده. بالضبط. طبعا في سيارتين ضوين عالي. بالظبط. لا ما نلفش. لا ممكن لا. في الاخر يعني الكواليس في البايو. بس المهم يعني ان احنا راكنين عربيتين عشان الاضاءه. اي نعم الاضاءه نزل تحت بس مش مشكله. بس اهم حاجه ما نصورش في العربيه عشان انا زهقت من فيديوهات العربيه. هنحاول الايام الجايه نقلل موضوع فيديوهات العربيه، بالذات ان احنا رايحين مصر خلاص. يعني اظن الفيديو ده هينزل يوم 18، انا مسافر يوم 22، فيمكن ده الفيديو الاخير في عمان او الفيديو اللي قبل الاخير. وبعديها هنروح مصر نصور في مصر، وان شاء الله ما يبقاش فيه فيديوهات عربيات في مصر. بس حزين. المهم انا حزين. المهم تاني. طيب. نرجع لكأس العالم. اوكي. نبدأ بيك. كأس العالم، تجهيزاتك لكأس العالم، او خلينا نبدأ بذكرياتك بكأس العالم. اول كأس عالم بتذكره تبع 2014 اللي فازت فيه المانيا. كنا وقتها نجتمع عند دار سيدي، وكان يحط بين سبورت وكل العيله تنزل، حتى الجيران وقرايبنا كله ينزل لانه هو اللي عنده كان بين سبورت بالحاره، فاهم انه شيء مرتب وشاشه وهيك. ف يعني هذاك كان اول كأس عالم حضرته، وذكريات تاريخيه طبعا، ونص المباريات اعرفها. وقتها كنت محب لميسي، يعني محب اول لميسي. و يعني اللي بتذكر فيه بكأس العالم اللي بقدر اوصفه انه مش بس يعني هي بطولة كرة ولا اشي، لا، اللي بتذكره انه لما احكي كأس العالم كل قرايبي بتكون موجودة، العيلة مجتمعة، اللي بيحضر بالكرة بيحضرش كله قاعد، فاهم؟ لا بتحس انه كل 4 سنين بيجي اشي برجع هيك بجمع الناس. بما ان احنا اتكلمنا على ان هو كأس العالم بيجمع الناس حتى اللي مش كرويين اللي مالهمش في الكورة، فانه يجي العمر واحد ملوش علاقة بالكورة خالص، اخر معلوماته عن الكورة انها مدورة، وانه ميسي مع برشلونة. مبابي باريس. بيقول لك ميسي مع برشلونة. فكر مبابي باريس لسه. هو ميسي مشي يعني راح باريس وبعدها بعد باريس. المهم يعني انا ورونالدو في ريال مدريد. ده انت قديم قوي يعني. لا هي عفوي. انا عفوي. العفوية تتصل بك. انا صراحة بني ادم يعني ناشئ في عائلة غير كروية بتاتا. اصدقائي غير كرويين. يعني كرويين. احنا بنعمل ايه؟ يعني بالعادة صراحة بعرفش المحيط بشكل عام تاع كرة القدم. طفت السيارة. محيط كرة القدم. محيط كرة القدم دائما بيكون بعيد عني. ليش؟ بحس وجع راس، وبحس 22 لاعب بيلحقوا ورا كورة بدون هدف. فهذه وجهة نظري صراحة عن الموضوع كرة بس القدم. اكيد كأس العالم عندك. كأس العالم له طعم خاص. صحيح. يعني بالذات لما يكون الكل متحمس، والكل بده يشوف شو النتيجة، الكل بده يحكي عن الجيم اللي هيصير. ما بحس حالي متحمس وانا ماليش دعوه في القصه، فاهم كيف؟ انا بعيد، انا ماليش دعوه فيكم، بس متحمس معاكم، فاهم كيف؟ بس وكمان في نقطه مهمه، وجودي في مجتمع مستضيف لكأس العالم القادم. ايوه ده اللي انا هسألك عليه. انت عايش في كندا، خلاني برضو احس بالموضوع باهميه اكبر. يعني كثير من الشركات بدات تتجه من ناحيه تسويقيه للموضوع، بنوك، شركات، اي حاجه يصير يربط الموضوع بكأس العالم، كندا كأس العالم، فانت تصير تتحمس بدك تعرف اكثر عن الموضوع، مين الفرق المشاركه، مين ايش هيسووا، ايش هيعملوا. ففعلا الاشي له تاثير، بالذات انه كندا من احدى الدول المستضيفه لكأس العالم. حتى على فكره عندكم بالجامعات راح يعملوا فعاليه قريبا حتشوفها، قد يطلبوكم انه هلا بالملعب بدايه المباراه بتشوف انه بيجي بيحملوا الاعلام وبصيروا يهزوها او بيحملوا اللقب، عفوا شعار كأس العالم،
بجيبوا ناس يعني وبصيروا يجهزوهم انهم يعملوا هاي الافتتاحيه تبعت المباريات. هذول دائما على الاغلب بيكونوا يا طلاب مدارس يا طلاب جامعات او شيء بدخلوهم بهاي الفعاليات. فاذا عرض عليك روح معلم بوزعوا بلايز بوزعوا بوات كره فعاليه. بعرف صاحب اللي راح جربها. اسمع حتى مش بس هيك يعني في كتير فعاليات بحتاج الشباب فيها. فاهم كيف؟ الترتيبات، التنظيمات، مش عارف ايش، في كتير فولنتيرز بيطلبوا بس ناس تيجي تتطوع عشان تيجي تساعدهم بس. وانك انت تطوعك مع الفيفا هذا اشي كتير كبير. اعمل لنا فلوج من هناك خلص ان شاء الله، انتظرونا يعني. انت عارف انه مباراة قطر وكندا في فانكوفر بعيدة عني مش عارف 2 بالطيارة ولا 3 ساعات بالطيارة. عموما انا كنت هسألك على موضوع بما ان امريكا هو المستضيف المينلي المينلي يعني انتوا كندا متأثرين بالموضوع ده؟ هو شوف انا حسب ما فهمت انه كأس العالم مستضيفات 3 دول. ده الأول مرة عموما للي ما يعرفش كأس العالم في 3 دول، كان دايما مكسيكو وكندا وامريكا. مكسيك يعني المهم فده أول نسخة لكأس العالم يستضيفوا 3 دول. الله يعز قطر، الله يعز قطر والله. إيه؟ الله يعز قطر استضافته بشكل قطر رائع كانت والله. آخر نسخة والله كانت استضافة رائعة صراحة. طبعا كان في ترتيبات واضحة ويعني كان في إيفورت مبذول بشكل عام. الفرق الضخم اللي راح نحس فيه هو موضوع انه بعيدا عن انه 3 دول كل دولة لحالها، شوف حجمها انت، شوف حجم امريكا لحالها قارة، وشوف كندا وشوف المكسيك. قطر استضافت كل هالمباريات بدولة يعتبر حجمها صغير نسبيا كثير مقارنة بالدول الثانية، فكانت الناس ممكن تحضر 3 مباريات او مباراتين بيوم واحد ورا بعض. يعني ده اللي كانوا بيعانوا برضو في روسيا، لان روسيا كبيره. روسيا برضو. وكان برضو في ماتشات يعني فرق مثلا 4 ساعات بالطياره ولا حاجه زي كده، فهنحس الموضوع ده واكتر كمان في المكسيك وكندا وامريكا. بس حيعملوا تسهيلات انه اكيد تصير تمر بين الدول بدون مشاكل. غير التسهيلات واللعيبه كمان. اللعيبه انت المفروض انت في بطوله مجمعه، صح. الماتشات بتبقى اكتر، فانت المفروض اللعيبه بترتاح، صح. لكن السفر طبعا بيبقى مأثر على اللعيبه يعني. صح. قطر نظمتها بشكل تاريخي جد. انا رحت قطر على كاس اسيا مش كاس العالم. كنت اقدر احضر مباراتين بيوم واحد، مباراتين ورا بعض فرق بينهم ساعتين. اللي هي مباراه الاردن والعراق. الاردن والعراق. مباراه الاردن والعراق كانت راح توصل اشواط اضافيه. اذا وصلت اشواط اضافيه انا ما كنت هلحق مباراه فلسطين وقطر اللي بعدها، فكنت على هيك اعصابي بتمنى انه تنتهي المباراه باي شكل. راحت الاردن سجلت جولين بالوقت الاضافي، 7 دقائق اللي اضافوها ورا بعض. معلم كيفت، روحت من هون على طول ركبت القطار رحت على مباراه ثانيه. وبما انك جبت سيره الاردن، فالاردن لاول مره برضو تصعد كاس العالم. شعور رائع صراحه. شعورك؟ شعور رائع يعني انا فخور ومبسوط اني عاشرت هاي النسخه من جيل الاردن اللي هو اقوى جيل نوعا ما. بما انك انت قلت في اول فيديو انك كنت من محبين ميسي، لما ميسي يلعب مقابل منتخب الاردن من ستشجع؟ يعني سؤالك انا مش هحترمك عليه صراحه. يعني سؤال ضد الارجنتين يا جدعان في المجموعات في الجروب ستيج. اخوي الأردن أولاً. الأردن قطعاً بشجع الأردن أخوي، بإذن الله راح نكسح الدنيا كلها. أنت قلت بلسانك أول فيديو أشجع ميسي. كنت بحب ميسي 2014. أنا صرت مدريدي وغيرت وهاي، وبحب رونالدو أكثر حالياً، بس ميسي أفضل طبعاً تاريخياً. بحس هيك أنا هيك رأيي صراحة. ده ياخذنا الحوار حوار تاريخي. ميسي ولا رونالدو؟ شوف يعني. لو رونالدو حقق كأس العالم هاي النسخة ممكن رأيي يتغير. يعني شوف كإنسان أفضل، كإنسان يعني بشكل عام مش بس ككرة قدم، أكيد رونالدو إنسان توب 1 في كل الرياضات بكل شيء. إيش في مختلف في شخصية رياضية رونالدو عن ميسي اللي خلاك تحكي الكلام هذا؟ معلم أنت لو تشوف فيديوهات رونالدو زمان كيف كان الشارع بيكنس بالشارع، يا ريت في داره بالشارع بيكنس كان وأبوه كان حشاش وإنسى هيك عاش حياة صعبة. عارف حياته كلها. عارف حياته. كنت أتابع توب 10 مومنتس الفوتبول. كان عايش معاهم. توب 10 سبوت مومنت. لا بس ما برضه هيقول لك ميسي برضه ما هو عانى في طفولته مش عارف ايه. ميسي عانى بس أنا برأيي إنه كشخصية رياضية هيك توب 1 الجوت بكل الرياضات رونالدو. بس بكرة القدم بس لعب صراحة بحس ميسي صعب يتكرر. معلم شوف كيف بيمسك الطابة أخوي. ما بما إنك بقى قلت لو رونالدو كسب، أنت أصلا تتوقع مين اللي هيكسب كأس العالم؟ صراحة حلو هذا السؤال. امبارح لسه كنت بالحمام يعني مع كل احترامي لكم. ايش اسوي؟ كنت بريح، كنت بدرس وبريح. وانا قاعد فاتح مع جيميناي بسولف معاه اللي هو الفويس، هاي سوالف الفويس، بقول له اعطيني تحليلات الذكاء الاصطناعي عن مين حيفوز بكأس العالم. فكان بيحكي انه المربع الذهبي اللي هو اللي حيوصلوا يعني توب 4 راح تكون انجلترا وفرنسا والارجنتين واسبانيا، وحكى الفاينل حيكون برضه فرنسا والارجنتين.
بس فرنسا حتفوز. انا برايي لا، في ناس في برازيليين هيزعلوا. وين البرازيل معلم؟ اخوي والله البرازيل هيزعلوا. البرازيل وفرنسا انا ليش ما بشوفهم حيوصلوا بعيد كثير، حيوصلوا بعيد بس ما حيفوزوا. بحس اي فريق عنده نجوم كثير راح يتلخبط. شوف كم مهاجم بالبرازيل معلم، نيمار، اندريك، فينيسيوس، رافينيا. فرنسا ما كلهم نجوم. ما انا بحكي لك فرنسا والبرازيل. بعدين انا اعترض على حاجتين. اولا الارجنتين توصل النهائي دي صعبه مستحيل انا برايي، وانها تكسبها كده كده مستحيل لانه ما فيش روح، خلص اخذوها. فاهم؟ بحس انه وغير كده فرنسا ثالث نهائي كاس عالم ورا بعض، ده كتير ممكن. قوي. اعتقد ايطاليا عملتها قبل ولا مش متاكد طبعا من المعلومات بس يعني كتير قوي يعني. رنا محمد عدنان. بس لا كتير قوي. شفت محمد عدنان بقطر مره والله؟ كان طالع من ملعب بده يروح على ملعب ثاني والناس بتركض اتركوني ايوه بس فكره برضو ان انت استبعدت البرتغال انها توصل حتى لا النهائي. ما حكيت انا بحكي لك الذكاء توصل الاصطناعي. النهائي ماشي بس الذكاء الاصطناعي يعني انا البرتغال برايي البرتغال على فكره من الجيل الذهبي. البرتغال السكواد حالياً. بتاعهم حاليا جامد. انا برايي على فكره، انا حكيت لك الذكاء الاصطناعي، انا برايي بشوف انه البرتغال مرشح من المرشحين الاوائل، هو وهولندا. هولندا الناس بتحكيش عنها كثير بس هولندا دائما بتوصل بعيد هولندا. شوف اخر نسخ طيب اكثر من مره وصلت نهائي. والبطوله الماضيه كانت على حفه وتطلع الارجنتين، وهذا هذا الكاس راح يكون معاهم يعني نجوم وجاهزيه اقوى برايي. بحب اشكر تدخلك بس عندي استفسار بسيط. تفضل اخوي. بما انه ستقام المباريات في الجزء الاخر من الكره الارضيه، هيكون التايمينج جدا مختلف. تايمينج زباله معلم. انت عارف لما اكلمك وانت تكلمني كيف الفرق عموما انا كيف بحكي معه، بكون انا صاحي رايح على الجامعه، بكون هو بده ينام، او العكس صحيح. بكون هو صاحي وانا على حفه النوم. صحيح. انت ما بالك كيف بدك تظبط اوقاتك مع اوقات المباريات، وخاصه لو كان نهائي او مباراه جدا مهمه وانت يعني ايش بدك تسوي؟ رقم واحد كيف التوبيك؟ لا اول سؤال كان في الليست اصلا يعني يومنا هيبقى عامل ازاي. رقم واحد انه الحمد لله بالاجازه كاس العالم، هاي اول نقطه. هو بس توضيح، احنا في عمان فغالبا الماتشات كلها تبقى من الساعه 1 للساعه 7 الصبح. 1 بالليل ل 7 الصبح. هيك اغلب الدول العربيه حتكون بالضبط. مبدئيا يمكن اكون بالاردن وقت كاس العالم، وحتكون اجازه. ورقم 3 انه نزل امبارح خبر شفته بالاردن انه اجلوا او مواعيد الدوام للمباريات اعتقد مش كل المباريات. ايه ده بجد؟ والله اجلوا مواعيد الدوام. لا يا رجل، اقسم بالله اخروها الساعه 10 الدوام الحكومي ويمكن الخاص تحضر براحتك وتروح تنام وتروح. هو على فكره صراحه الاردن شغاله شغل قوي بانهم يخلوا الناس كثير تصير تشجع تعمل روح. طب والله حلو على فكره. يعني هو حضر معي مباراه الاردن وعمان هون اللي تأهلنا فيها كاس العالم. هي لا بينفع نحكي تفاصيل ولا لا يمكن فصحى؟ لا يمكن فصح. طب كيف دخل المباراه مهند؟ طبعا المباراه مباراة مهمة جدا حاسمة كانت. اللي بيفوز كان بس وضح لأن أولا الماتش ده كان في عمان من الماتشات القليلة يعني عندنا حدث رياضي بيحصل في عمان يعني، ونشهد الحكومة أنها تزود الأنشطة الرياضية بس ما علينا يعني. كان ماتش عمان والأردن، ماتش عمان والأردن كان هنا في عمان، حتى الاستاد قريب من هنا عموما. أيوة بتشوفوه بعدين مش وقتكم هسه. أيا كان يعني. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه هذه المباراه كانت اللي بيفوز بتاهل لكاس العالم، مش باخذ كاس العالم طبعا. كاس العالم بتاهل لكاس العالم، هاي مباراه تاهل كانت يعني خلص يا عمان يا الاردن. الفريقين كانوا يعني مش تصفيات كاس العالم. لا كاس العالم مالك. اوكي بس عمان كان موقفها أسوأ شويه من الاردن. لك ليش الاردن كانت لازم تكسب ماتشين اكتر منه. لا الاردن كان ممكن تتعادل او تفوز. عمان كان لازم تفوز على الاردن وتفوز المباراه بعدها او تتعادل او شيء زي هيك. تمام. فكانت المباراه كثير حاميه ولانه المباراه بارض عمان وعمان لازم يتاهل على كاس العالم، شيء مهم. فكان اكيد اغلب الجمهور لازم يكون من الشعب العماني، وفي فئه معينه او مقاعد قليله بتكون هي للجماهير الاردنيه. اجى الامير حسين من الاردن والله شفناه كان يسارنا قاعد. والله معلم والله كان بين الجماهير وحواليه ناس ولابسين كلهم عارف البلوزه اللي عليها الشماغ مكتوب عليها شو كان مكتوب؟ فريق الاردن بلبس أيوة الأردن. بس كانوا بادي جاردات معضلين صراحه. بس هو السؤال بس هو انت دخلت لان انا والناس انا واخوه هلا بقول لك دخلنا. ما خليني اكمل لسه. لان انا واخوه قعدنا بره الاستاد، كان معانا تيكتات ما عرفناش ندخل اصلا. احنا حجزنا تيكتات ورحنا ناخذها، بس كان عشان تستلمها يعني لازم تكون من الجنسيه العمانيه عشان يتاكد انك بدك تشجع المنتخب الوطني اللي هو العماني. ما دي بقى بص، لا استنى بس مقاطعه. انا ما دخلونيش مخصوص عشان قالوا لي انت منين، قلت لهم انا مصري. قال لك انت مالكش دعوه بالماتش ده روح، مع ان كان معايا تيكت. قال لك انت لا اردني ولا عماني جاي تعمل ايه؟ معايا تيكت يا اخوي دخلني ما دخلنيش. اسمع مباراه حساسه يعني. اسمع احنا صراحه يعني انا برايي انه شوف كل الدول بتعمل هيك لما يكون مباراه بارضها. الاردن عملتها كثير واكلوا الجمهور كله اكلوا الملعب، والعراق عملتها مره مع عمان تتذكر بكاس الخليج النهائي، يا دوب الجمهور العماني بين.
دائما لما تكون مباراه بأرضك. بارض الوطن ومباراه مهمه يعني تحمل انه ما حدش يعطيك مجال. عموما فزنا المباراه 3-0 بهاتريك من علي علوان. تمام، كانت صحيح. مباراه تاريخيه. كيف دخلنا؟ كانت معنا تيكيتات، بالاخر دخلونا على المقاعد الجماهير العمانيه بس على الطرف الثاني كثير بعيد، فاحنا دخلنا على الجماهير العمانيه. تكتات جماهير عمانيه تمام. تكتات عمانيه، واحنا من وين؟ عمانيين ما بنشجع العمانيين. فلوب نطينا عند الجماهير الاردنيه. نطينا في اسمع، معلم. نطينا في نص السلاد، في نص طبل. الاستاد، نطينا على الاردنيين. اكثر يوم عرقت فيه بحياتي، كنت اصب عرق والجماهير والله. تحت بيفتحوا مي بارده وبرموا على الناس، كانوا من كثر شو الشوق. رموا على اللعيبه ورموا على الناس، رموا على كل امهات يا الدنيا. زلمه بصرخوا والله امهات ولك بيحدف علي والله انسى. كل الناس اللي بالسوشيال ميديا الاردنيين كنا نشوفهم هناك جايين كلهم. شفنا شاشتري توينز. اسمع كلهم الاردن عملت شغل جبار بانه تجيب جماهير كثيره صراحه جد. وبعدين كان في نشكر عمان على التسهيلات اللي بتسببها بانه تجيب الناس على الاحداث الرياضيه اللي زي هيك. عموما انا بقول لك ما دخلونيش عشان مصري. ده ايه العنصريه دي؟ انا بقول لك تهدى شوي، ايش رايك؟ ما دي حقيقه حصلت، انا مصري وما عرفتش ادخل ماتش الاردن وعمان. عموما فلسطيني التيكيتات كانت مجانا على فكره، هذا كمان شيء حلو يعني. صح. هو كان التيكيتات ببلاش عشان كلها. كده، عشان كده ما زعلتش طبعا. انا لو كنت دافع فلوس كنت دخلت كده لا، ما كده. هو لو دفعوك يدخلوك منطقيا كمان. يعني صحيح. سالوك عن جنسيتك لما اخذت التيكيتات؟ احنا احنا سالونا. لما تيجي تاخذها على فكره وتدخل لازم تورجيهم التيكيتات هوية. بس هو ناصر اللي جابها لي، مش يعني انا ما سجلتش حاجه. انا كان معي بس انا علم ضخم. على البوابه سالوني انت مصري؟ قلت لهم قالوا لي مش هتدخل. نفس الشيء صار معنا، احنا في واحد بس هيك بالزاويه، واحد محترم خرافي. والله زلمه. انت من وين؟ قلنا له هيك عملنا دخلنا اسمع بالاخر يعني كان وقت خلص بدنا ندخل على المباراة بدل الماتش، فاهم كيف؟ بعد ما بدأوا الناس راحت عن البوابات احنا دخلنا. بس للاسف ما سمحوليش ادخل اعلام كبيره ولا كثيرة. الكوفيات، كان معنا حطيتهم. كوفيات وكان معنا مش عارف شو برا. بس الجمهور ما قصر. والله الجمهور جاي من الأردن جايب دخلهم. كل شيء. بكونك انت انسان مصري واكيد بتحب محمد صلاح، واكيد انك شفت مشاركه مصر للاسف ما كانتش جميله جدا ب 2018. شو رايك باداء المنتخب المصري؟ تعتقد كيف حيكون بهالكاس؟ ماشي، لو هنيجي على منتخب مصر، انت بتقول ان اخر مشاركه ما كانتش موفقه او ناجحه. يعني انا بقول عكس كده، لان احنا اصلا الهدف ان احنا كنا نوصل كاس العالم. بس خسرتهم السعوديه. ايا كان اللي حصل، اي نعم طبعا ما عملناش اداء يشرف ولا حاجه، بس خلينا نفتكر ان الهدف ان احنا كنا نوصل، وصلنا. صح. مش مهم عملنا ايه، والمهم ان احنا جبنا جوال فيها. اي نعم خسرنا كل الماتشات بس جبنا جوال وصعدنا. متفائل السنه دي. عندكم مرموش هالمره. متفائل السنه دي، السكواد احسن بكتير، المدرب مصري واحسن، حسام حسن وابراهيم حسن. احلى تحيه طبعا. احلى تحيه. مدرب لما يكون وطني، انا الصراحه اميل للمدرب لما يكون وطني اكتر ما يكون اجنبي، عشان بيبقى روح الفريق. احنا كده كمنتخب مصر خلينا نعترف ان احنا ما بنلعبش كوره. احنا لا تكتيكيا ولا احنا ما بنلعبش كوره. احنا كله المنتخبات العربيه هيك كرة شوارع معلم. احنا كله بالروح. أيوة. فانت محتاج قوي مدرب وطني عشان الروح دي، لان المدرب الاجنبي مش هيديك الروح دي برضه. صح. فاحنا ما بنلعبش غير بالروح والجرينتا والكلام ده. متفائل جدا ان شاء الله نعدي دور المجموعات. انا شايف ان الهدف نوصل دور 16. لا يعني توصلوا باذن الله. لا، ما هو في دور 32 دي برضو من الحاجات الجديده في كاس العالم ده، ان في دور 32 المنتخبات عددها زاد، ففي دور 32 دور مجموعات، دور 32 دور 16. ان شاء الله نوصل دور 16، نعدي دور 32 ان شاء الله باذن الله. او في اسوأ الحالات يعني نكسب بلجيكا، او غالبا لو كسبنا اصلا اي ماتش هنوصل دور 32. شو بلجيكا؟ نفسي نكسب بلجيكا قوي. بلجيكا نفسي نكسب بلجيكا. احنا معانا مجموعه بلجيكا. لا انا كان قصدي انه بلجيكا. انت ما انا عارف بس بما انه يعني وصلنا للنقطه هاي لازم كل واحد يحكي توقعه، بما ان احنا لسه قبل كاس العالم، قبل ما تبدا المباريات. توقعك مين يفوز النهائي؟ واحد المهند. البرتغال. اتمنى ذلك. انا برضو بقول البرتغال الصراحه. انا نفسي البرتغال تكسب، مش عارف ليه بس نفسي. اخوي نونو مندش فيتينا. لا غير كده حوارات ميسي ورونالدو ده، يعني جماهير عبسي وجماهير حمدون هيضربوا بعض بالجزم. عموما اذا بتعرف مين عبسي وحمدون، عبسي اللي هو ميسي وحمدون اللي هو رونالدو. مشجع نعم. ميسي اسمه عبسي. والله. عارف فكرت عبسي مين؟ عبسي تاع اللايفات. هو برضه تاع اللايفات عبسي يعني. التخين. الاردني اللي بضل يدبك. بيدبك مشلح. بالظبط. هو خناقه عبسي وحمدون هتحلو اكتر واكتر. ده غير كده بس حاسس برضو نفس انجلترا تعمل حاجه، مش عشان حاجه، عشان تدخل بقوه. بحس ان هم دايما مش هتكمل في كاس العالم. كندا تطلع من كده كندا وامريكا والمكسيك مش هيوصلوا دور 8 حتى.
لا بس المكسيك صدقني حتعمل إشي. مش هيوصل لدور الثمانية. المكسيك عندها روح بنت لذينه، هنشوف. صدقني. طب توقعاتكم تعرف للاردن؟ معلش، تعرف التعليق هذاك تبع راح تشينشاريتو راح تشينشاريتو. المكسيك كانت المكسيك ما أنا جد عارف. روحها نار. بس عموما انت توقعاتك للنهائي بسرعه قبل ما نقول الاردن ومصر. توقعاتي انا لمين هيكسب. البرازيل. انت ثابت على البرازيل مش عارف. ابدتها. اي واحد بتابع كوره هيك حيحكي حيشجع البرازيل. البرازيل عموما لو هنتكلم على البرازيل، اسمر براس سامبا. ايه او لو هنتكلم على البرازيل جابوا المدرب كارلو انشيلوتي. المفروض ان دي اضافه الزعيم. كويسه. الزعيم. يعني مش عارف دي اول مره يدرب فيها منتخبات ولا لا الصراحه. ما بعرف، بس الحلو انه ايطاليا مش موجوده صح كاس العالم. دي مش حاجه حلوه، دي حاجه لا وحشه. حلو للبرازيل، لانه افرض ما هو انشيلوتي ايطالي، افرض البرازيل لعبت ضد ايطاليا. انا هذا الاشي دائما بستغرب منه، انه انت تخيل بتدرب فريق او منتخب عفوا انت مش من جنسيته وبتلعب ضد جنسيتك الاصليه. هاي تعرف وين صارت؟ مباراه السعوديه والارجنتين، مدرب السعوديه ارجنتيني ولعب ضد الارجنتين بلا بجد؟ والله القديم مين اللي هو هيك شعره ابيض. مش فاكر. ارجنتيني وغلب الارجنتين. اسمع، السعوديه جد هو يمكن الفريق العربي الوحيد اللي جد بيلعب في تكتيك تاريخي، يعني عندهم تكتيك. لا اعترض. فصلت على ابويا بالغلط يا اخوان، انا لازم ارجع لكم. ما شفت الرنات والله. قول له بنصور يابا، قول له بنصور، قول له والله في الفيديو انت طالع. والله بنصور فيديو والله في الفيديو قول له انت بالفيديو طالع. برايي بشوف انه المنتخب السعودي من المنتخبات اللي بجد بيلعب في تكتيك مرتب مش عشوائي صراحه. شفتوا انت بمباراه الارجنتين؟ ايوه بس اعترض لانه مش هو الوحيد. ممتاز. انت عندك المغرب، ازاي تنسى حاجه زي المغرب؟ انت ازاي يعني؟ A7A رسمي، A7A رسمي. طبعا عموما عايزين نتوقع كده سريعا الدول العربيه هتعمل ايه. نبدا من الاردن بما انها اول مره يعني تصعد كاس بما انه العالم. مهند اردني. اخوي اولا انا بدي احكي عن المغرب جد، لانه جد كيف نسيتها بعرفش. انا شجعتها بكاس العالم الماضي، صوتي كان ينقطع بعد كل مباراة. ديما مغرب، ديما مغرب. اسمع، شباب مغاربه يلا. جمهور تاريخي، اداء تاريخي، لاعبين نار، رفعوا راسنا بشكل مرعب ضد البرتغال. بنساش المباراه. انا مثلا بحب رونالدو، قلت لكم يعني معلم بعرفش مين رونالدو. كنت بالمباراه ما كنتش اعرف مين هو معلم. كنا جايبين سبوره وراسمين عليها علم المغرب واحنا بالدار رافعينها. تشجيع تاريخي كان. فيش عندكم طبعات؟ بس عموما هقول لك على حاجه، لو هنتكلم عن النسخه اللي فاتت، مش حاسين انه من قبل ما كاس العالم اللي فات يبدا ان الارجنتين كانت هتكسبها كده كده؟ انا كان عندي الاحساس ده. كان عندنا الاحساس. كان عندنا الاحساس، انا ماليش دعوه بس كان عندنا الاحساس. هو انا حاسس انه من قبل ما تبدا كان الارجنتين هتكسبها كده كده. شوف هلا في شغله بقول لك اياها محمد عدنان، بقول لك البطل ينمو في البطوله، وهذا اللي شفناه جد مع الارجنتين. خسرت اول مباراه، ثاني مباراه رح تحسن ادائها وبلشت تنمو بشكل تدريجي لحد كسحت الدنيا. I totally agree. From my own perspective الارجنتين توقعاتك للدول العربيه بصراحه؟ توقعات للدول العربيه، الاردن هتطلع من ثاني مباراه، هتفوز من الاولى دور المجموعات. لا ما هو غالبا لو كسبت الاولى هتروح افضل توالت، فهتروح دور 32. تطلع الاردن. تخسى. لن تستمر. تخسى. لن ستخسر الأرجنتين وستخسر جميع الفرق الملاعبة للأردن، وستنظر أنت إلى النتائج وتصدم. اسمع بأم أعينك. أنا أشير إلى القمر والأحمق ينظر إلى أصبعي. أنت لا تملك القمر ولا تملك الأصابع. طيب أمام الأردن تسقط كل الأصابع وتعلو كل الأقمار. طيب ماشي. الأردن أنت بتقول الدور 32. يعني ممكن تصل، بس إذا وصلت تخسر برضه. أنا بقول دور 16. أنا صراحة بحكي الدور 16 وراح تخسر بشكل محزن، لأنه معلم بدون يزن عماد مش هنعمل شيء. التعمري موجود وكل شيء موجود، بس يزن عماد له دور كبير صراحة. هو مصاب؟ رباط صليبي والله. مش متابع الصراحة السموحة. ألف يعني. سلام عليه. كان لاعب أساسي بكأس آسيا أخوي. بعدين صراحة علي علوان، يعني إذا أنت بتتابع الفيديو مع كل احترام، أنت لاعب قوي وهداف وكل شيء، بس كثير بطيء. أنت أخوي كثير بطيء يعني. شد لي رجلك شوي. جد بزعل يعني إنه أركض. بس شكرا. معلش لما تكبر أنت لما تكبر ابقى احكي للناس إن شاء الله. لما تكبر بروح كأس العالم. المنتخب المصري هيوصل قد إيه؟ المنتخب المصري محمد صلاح بيلعب؟ هيوصل الدور 16. ليش حاسس حالي انا ليلى عبد اللطيف؟ فاهم كيف؟ منتخب عربي من شمال افريقيا يبدا بحرف الميم سوف يصل الى دور ال16 ويخسر بطريقه محزنه. استغفر هو ما اظنش لو وصلنا دور ال16 يعني هيبقى في محزن اكتر من كده. لا يعني ما فيش طريقه محزنه. احنا كده خلاص ده الهدف يعني. اسمع، احنا صراحه جد يعني كيف يعني قاعدين بننسى منتخبات كثيره. الجزائر بتلعب، تونس. الجزائر صعدت صح؟ معلم بديت تهبد انت. انا حاسس فيها. الجزائر كثير قوية يا اخوي. الجزائر موجوده. تونس اتاكدوا لنا يا اخوانا الله يخليكم.
اكتبوا لنا الجزائر في راح توصل التعليقات، بعيد. اكتبوا لنا في التعليقات. السعوديه راح تلعب مباريات حلوه بالبدايه بس بحس مستواها راح ينزل بالاخر. الاردن دوري 16، مصر دوري 16، المغرب راح توصل بعيد جد. المغرب بقى، المغرب هل فعلا هتعمل حاجه زي النسخه اللي فاتت؟ اخوي ما بستبعد توصل النهائي بالمره انا كمان. قسما بالله. المره الماضيه مربع الذهبي وكانت يعني ضد فرنسا انت بتحكي، ولعبت مباراه تاريخيه برضو. طب خد التصريح ده، المغرب هتطلع من دور ال 16. اوه بدينا عاد. خد عمر عبد اللطيف خرب كاس العالم. بس عموما من الاسباب، غير طبعا ان كاس العالم اللي فات كان في قطر ودوله عربيه، ان المغرب كلنا كنا متجمعين حوالين ماتشات المغرب، فكانت عامله اجواء. فنفسي النسخه دي يبقى في منتخب عربي يجمعنا كده زي المنتخب المغربي النسخه اللي فاتت يعني. صحيح. مين الحصان الاسود بتاع البطوله؟ عمان. مش هو الحصان الاسود وين دائما بسموه؟ شو يعني حصان اسود معلم؟ الحصان الاسود اللي هو الفريق اللي ما تتوقعش منه كتير بس هيوصل لمرحله اكتر مما توقعت. سؤال قوي. عندي 3 هدف فرق قوي. صراحه ممكن احكيها. الاول هولندا جد، انا كثير متوقع هولندا تروح مكان بعيد جدا في البطوله. رقم 2 ميهيكو، بكفي انه مليان ميهيكاويين يعني، مليان مكسيكان بكندا وامريكا وباقي الدول، فراح يكون جمهور قوي جدا وفريق يعني صاعد قليلا. الثالث ما اعرفش، انت لسه قايل في 3 فرق. نسيت الثالث اخوي. وانت؟ شوف انا بتوقع برازيل. البرازيل. شوف اللي بتوقع صراحه اداء منه، متوقع من المغرب حاسه تصل يعني. بس ده ما يعتبرش حصان اسود لان احنا متوقعين منه اصلا. صح هات اي اليابان. امبارح طلع لي ريل اليابان وهي اريغاتو كوزايماس، كلهم متر 55 هيك قصار. بعرفش اذا عندهم مدافعين طوال ولا لا، ما شفت. كلهم دريبل 99 مسكر، بيمسكوا الطابه هيك بيلعبوا فيها معلم جد بخوفوا. عموما انك تبقى في الكوره قصير احسن من انك تبقى طويل. انت شفت مش كره سله هي بالاخر، مش دائما اذا كنت مدافع لا طبعا لازم تكون طويل وعلى حسب مركزك، بس في الاغلب اللاعب الصغير، اللاعب القصير بيبقى اقرب للارض، والبالانس والاجيليتي بتاعته والمرونه بتبقى احسن. فحلو يعني. اليابان عموما حلو. انت شفت شو عملت اليابان مع بلجيكا صح كاس العالم الماضي او اللي قبله ناس صراحه. بلجيكا روسيا معلم وصلت بعيد. شايف معلم بلجيكا ما جبناش سيرتها. بلجيكا معانا في المنتخب، معانا في مجموعه المنتخب المصري. كورتشوس مش متوقعين منها شيء؟ لا خالص، لا تعيش افضل حالاتها. واللاعبين اللي فيها مين لاعبين بلجيكيين كويسين؟ دي بروين كبر، ميرتنز مش موجود. مشروح بحس ما عندهم مشروح يعني. بحس جد اللي بيشجع بلجيكا يمكن احنا الفلسطينيين اكثر من البلجيكيين نفسهم اخوي. بلاش الجماهير، احنا الفلسطينيين احنا كل شيء. انتوا البلاش كاخوي. بس هو فعلا ما عندهمش لعيبه، مش عارف مين المدرب بتاعهم. حتى السوبر ستارز خلاص كبروا ما بقوش يأدوا. لوكاكو بقى دبابه خلاص. ما اتكلمناش على اسبانيا قطعا في المربع الذهبي، مش توقعات قطعا توصل نهائي ما توصلش. عاد انا هون بعرف شلون بيصير اللقلقه شوي جلتشات، بس فريق متكامل دفاعيا هجوميا كل شيء معلم، بكفي معهم موهبه العالم حاليا. نفسي اشوف ماتش برتغال واسبانيا. راح يكون تاريخي وراح يكون حامل. اسمع زي سوريا وفلسطين، بحس زي سوريا وفلسطين هيكون. لا سوريا وفلسطين شفت شو عملوا كاس العرب. اسمع صاروا يشوتوا برا. انت شفت لانه كان اذا تعادلوا، شوف اذا تعادلوا كانوا هم الاثنين بتاهلوا، فصاروا بيلعبوا بطريقه غبيه. ضيعوا بلنتي ولا مش عارف شو عملوا. ضيعوا بلنتي صار يشوت برا وصار يشوت جوا وصار يشوت. ولاعب كسر لاعب في منطقه الجزاء، راح اللاعب السوري كسر الفلسطيني يعني، فراح السوري عند الحكم صار يقول له انه لا ما فيهاش حاجه ما تخافش. لا مش نسيت الهاي نسيت يا اخي خلص لقلقت. مهند غني لي اغنيه اسبانيه بمناسبه اسبانيا. بيبي يايو منتري سنتكون ميري ايو ناناتيو اتلاتينا لا بونغو اشبريتا لا بونغو اشيتو ماتيرا ونالاينا لوندو. طيب يا جدعان، احنا نسينا منتخب مهم جدا واول مره يصعد برضو لكاس العالم، وهو المنتخب العراقي. هذا العراق فوق هذا العراق فوق. انا بحب لاعب عندهم نسيت شو اسمه. صدق يا ابني هاي ما تنقص يخرب فيه. لا يا جدعان، المنتخب العراقي برضه اول مره يصعد لكاس العالم. كل التحيات للمنتخب العراقي. شفتوا منتخب العراق واسبانيا؟ هاي لعبت قبل يومين ولا شفت صراحه، بس مش كثير يعني. شفت في نص الملعب كانه. المنتخب العراقي تعادل مع اسبانيا. المنتخب العراقي يؤدي وبقوه. اي نعم مجموعه الموت، هو مش عارف اي مجموعه الصراحه، بس هو سمعت مجموعته قويه.
شوت اوت تو اوس. لسه ما يعرفش عن القناه عموما. راح يعرف يوما ما بس نصل العالميه. يوما ما بس نصل عالميه وتصير ساعتنا ب 1000 ريال. اكيد لما نوصل للعالميه مش هنقعد في الحر ده عشان احنا ميتين من بالله الحر. متنا من الشوب. اسمع معلم، سكر إخوان، الفيديو أجواء خلاص والله. أوروبية جد، أجواء والله كندية. شوبت انا جد فرطت. نعم. انا جاي من كان معلم عندنا سالب 30 سالب 40 هنا شوب كتير بستحملش. والى هنا اعزائي المشاهدين نصل الى ختام هذه الحلقه الجباره. يا اخوان هذا الانسان ارتجالي عموما. يعني انت بس اعطيه اي مايك، كان بالمدرسه بس اي ورطه تصير بالاذاعه، الو عمر تعال احكي لنا، بيطلع صباح إن الخير الحمد أبوك لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد. أسعد الله صباحكم بكل خير. كان معكم مقدم البرنامج عمر تحت إشراف المدرس عمر، وشكرا. كان معكم مقدم ال عمر مهند. يعطيكم العافيه. يعطيكم الف عافية، سعيدين بلقائكم. نرجو أن استمتعتوا الفيديو. اكتبوا لنا في التعليقات إيش التوبيك الجاي حابين نحكي عنه. انت جامد. فعاليات انت جامد عموما، انت جامد ومش هقطع اي حاجه من اللي انت والله قلته. لا يا زلمة. اسمع بدنا الهويه. قول هويا. هويا. لا بطريقه احلى. إيش هويا؟ هويه هويا. هويه. هويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. باي باي.